نحكي لكم على العرس وتقاليده. عند العباد اللي يسكنوا في الريف، فصل الربيع ياخذ فتاة جديدة يلبس ويعمل عرسها في الصيف. زمان كانت الورادة فوق المعاطن كل حد وندادة، بينهم كلام النحو خطبة عادة، لا يفلقوا لا يهزرسوا بالسيف، ماخذة شرف يبنوا عليها سعادة، ولا عندهم لا كذب لا تزقليف. طويف غبنتنا هذه من تاريخ بعيد، فوق من 150 عام، أسسها منصور عوادات. بعد منصور عوادات تراكست بدت جيال بعد جيال تاخذ فيها. وإحنا نغنوا في الأعراس غادي، إحنا مجعولين نغنوا في الأعراس البادي بتاع الريف، نغنوا في الأعراس ونغنوا في الحفلات، نجو زاد الحفلات نغنوا فيها. النشاط هذايا هو يندرج ضمن قافلة التراث والفن، قافلة تمتد على 3 محطات رئيسية تنظمها جمعية منوبة لمعالم الثقافة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بمنوبة ومع المعهد العالي لمهن التراث وجمعية نكهة بلادي. نحاول أن نقدم صورة جديدة للتناول مسألة التراث في سؤال ما بعد تسجيل معالم التراث وعلى لائحة التراث العالمي للإنسانية. وقررنا الاحتفاء بطوائف غبنتن الذي تم تسجيله مؤخرا في ديسمبر 2024 على لائحة التراث العالمي للإنسانية. اليوم التنشيطي الترفيهي وكذلك التعليمي لمسألة التراث هي محاولة لتقريب مفهوم التراث من جيل اليوم الشباب من الناشئة والعموم التونسيين وتقريب من مسألة التراث. أثثنا هذا اليوم بجملة من الفقرات. أولا هناك ورشات متعلقة باستثمار التراث والمحافظة عليه، مثل ورشة ترميم الممتلكات الثقافية، مثل ورشة الفسيفساء. كذلك هناك ورشات حية للتراث الذي تم إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي للإنسانية، مثل الكسكسي كذلك الهريسة، وهي مشاهد حية. حاولنا أن نستضيف جملة من الرسامين لكي يحاولوا أن يستثمروا هذه المشاهد الحية في شكل إبداعات فنية ورسومات فنية يمكن أن تجوب العالم فيما بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفن وعبر أجنحة أخرى لا يمكن أن تمنح هذا التراث آفاق مستقبلية. كذلك هناك حاولنا أن نشجع حرفي ولاية منوبة بتقديم منتوجاتهم وإبداعاتهم الفنية. واستضفنا في فقرة طريفة استضفنا جمعية من بولونيا دومبولسكي التي ستقدم لنا فقرة سميناها التراث نافذة على العالم. هو نافذة تفتح آفاق الأخوة، آفاق السلام، آفاق التعاون. اليوم في فضاء جبيت زروق الاحتفال بشهر التراث. فضاء زروق نعرفوه اللي هو مكان معناها فيه الجابية، المكان الأثري اللي تمتاز به منوبة ومعروفة، الناس كل يعرفوا جبيت زروق في منوبة. اليوم الصبغة متاع المعرض هذايا هي إعادة إحياء التراث، وعلاش لا قاعدين نحطوا في النقطة على الجابية أن نعاودوا نثمنوها ونرموها ويكون معناها فضاء للاحتفالات اللي كما هذية.